الواي بروتين، ازاي هناخد الواي بروتين مع الصيام؟ طبعا اليوم في رمضان انت بتحس ان هو قصير وما بتبقاش عارف امتى انت هتاخد الواي بروتين بتاعك، وصعب ان احنا نوقف الواي بروتين في رمضان لان في خلال اول 4 أو 6 شهور بيكون مهم جدا للحفاظ على البناء العضلي بتاعك وعلى قوتك الجسمانية بعد العملية. فافضل شيء ان احنا ناخد الواي بروتين، يعني انت عايزك تعتبره كأنه الحلو بتاعك، تبدأ تاخده على الساعة 9 أو 10 بالليل. ممكن حتى تحط المكيالين على نفس كوباية المية وتشربها علشان تقدر ان انت تشربه بسهولة ويسر. ما تأخروش عن الساعة 10 بالليل عشان هيبدأ ان هو يحمى عليك ويعطشك ويخليك سخن ويصحيك طول الليل، فالأفضل يبقى آخرك في حدود الساعة 9 10 بالليل. طبعا الميعاد ده يعتبر اكسبشن عشان رمضان، خارج رمضان الواي بروتين افضل ميعاد يتاخد فيه هو الصبح، الساعة 9 الصبح، اخرك الساعة 3 العصر 4 العصر، لان هو ليه علاقة بهرمون النمو، فانت لما بتاخده الصبح هو بيزود لك افراز هرمون النمو في خلال الفترة دي، وده بيكون شيء مفيد جدا في البناء العضلي بتاعك. ان شاء الله في حلقة تانية هنتكلم فيها بالتفصيل الممل عن الواي بروتين وانواعه وفوائده وخصائصه. تابعونا وهيوصل لكم كل جديد ان شاء الله.